استوصوا بالنساء خيرا، هذا في صحيح البخاري، فإنهن إيش؟ خلقن من ضلع، ضلع بفتح اللام أو بإسكان اللام، من ضلع أعوج. ها؟ من ضلع إيش؟ أعوج. وأعوج ما في الضلع إيش؟ أعلاه. قيل هنا أعوج ما في الضلع أعلاه هو العقل، وقيل اللسان. قيل العقل وقيل اللسان. فإن أردت فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها ايش؟ طلاقها. ابن الجوزي في المشكل على الصحيحين قال النبي أمر أن تستوصوا بالنساء، لأن لا بد لهن من يقيم على أمورهن. شوف الفهم للناس في مسألة هذا الحديث، حتى من رد على موافق كيف فهموا هذا الحديث. استوصوا بالنساء خيرا هكذا؟ لا، خيرا هنا مفهوم الخيرية لابد أن تفهمه بالشريعة، مو تفهمه بالفهم ايش؟ الهوليودي الرومانسي الوردي على المسلسلات. خيرا يعني شنو؟ أنا سأذكر لكم ما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى، قال استوصوا بالنساء خيرا. انتهينا من كلام ابن الجوزي، أي لابد أحد من أن يقوم بأمورهن، هذه الخيرية. يقول ابن حجر أو قبلها من أهل العلم يقول لا يلزم من ذلك أنك لا تأمرهن وتنهاهن شنو؟ أن تأمرنها بالمعروف وتنهاهن على إيش؟ أيوة. فالخيرية هنا أنك تلين معها، تلين معها في إصلاحها، لأن هي معوجة، معوجة من خلقت من ضلع أعوج، معوجة. فهنا إيش؟ تلين حتى تصلحها، وبنفس الوقت ما تشد حتى ما تنكسر. يعني إيش؟ سدد وقارب. فإيش تسوي أنت؟ تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه؟ وأمر أهلك بالصلاة شني واصطبر، واصطبر. اصطبر مو واصبر، واصطبر فيها طاء. وعندنا قاعدة اللي هو ايش؟ الحروف، المبنى إذا كثر ايش؟ إذا كثر المبنى كثر المعنى، كثر المبنى في الحروف كثر المعنى. هنا توكيد واصطبر. وأمر أهلك بالصلاة. والله سبحانه وتعالى أثنى على من؟ على إسماعيل. إيش قال على إسماعيل؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. إيه؟ إذا لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الأسلوب أسلوب الخيرية، أنك إيش؟ ها؟ أن تراعي، أن تراعي المرأة في هذا الأسلوب، أنك يعني تستخدم اللين، تستخدم اللين، ومع اللين حزم، ما في حرج. الحزم لا يعني ليس معناها الغلظة، لا، حزم. المرأة لابد أن تصلي، صلي أم فلان، لابد من الصلاة. وقال ابن حجر الثاني قال ودليل ذلك، دليل ذلك على أنك تأمر أهلك وتراعي أهلك ولا بد لك أن تحرص على أهلك. قال لأن الحديث الذي بعد هذا الحديث اللي هو استوصوا بالنساء خيرا، الباب الوراء باب قوا ايش؟ أنفسكم وأهليكم نارا. هي هاي. شفت الآن شو اسمه التوازن؟ توازن. استوصوا بالنساء خيرا، بنفس الوقت قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا لابد من ايش؟ لابد من التوازن في مسألة الخيرية.
قال والإعوجاج أخيرا، الإعوجاج هو في المباحات، أنت تتركها على الإعوجاج، بالمباحات ما في إشكالية، لكن بالمعاصي لا. فأما أنها تخرج متبرجة وتقول والله استوصوا بالنساء خيرا، ليس بصحيح، الأمر ليس بصحيح. من وصيتي للمرأة بالخيرية أني أنهاها إذا خرجت شني متبرجة، هذه من الخير لها، لأن أنا أستوصي بها خيرا، فمن الخير أن أمنعها. أنت ما رايحة أنت لابسة هذا اللباس، هذا مما لا إيش ما لا يجوز. وضحت؟